السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جيت نشارككم وصفة مميزة وسهلة جدا، قرنبيط باللمسة الذهبية، كريمي من الداخل وذهبي ومقرمش من الخارج. حتى لو لم تكونوا من محبي القرنبيط، هذه الوصفة ستجعلكم تحبونه من أول لقمة. هيا بنا نبدأ خطوة بخطوة. نبدأ بالمقادير على بركة الله. لدينا رأس قرنبيط متوسط مسلوق وكوب من الحليب. لدينا ملعقتين إلى 3 ملاعق كبيرة من الجبن الطري، وكمية من الجبن المبشور، ملعقة صغيرة نشا مايزينا، رشة من الفلفل الأحمر والكركم، وملعقة من الزنجبيل، ورشة من الفلفل الأسود، وكمون اختياري. أولا نحضر خليط الكريمة والجبن. في كسرونة نضع كوب من الحليب مع ملعقة صغيرة من النشا، ونسخنه على نار هادئة مع التحريك حتى يبدأ بالغليان الخفيف. بعد ذلك نضيف له الجبن الكريمي والجبن المبشور والتوابل، ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط ناعم وكريمي. بعد ذلك نحضر وعاء قرنبيط المسلوق، ونسكب فوقه خليط الكريمة والجبن، ونقلب حتى يتغطى بالكامل. الآن نحضر قالب فرن يكون مدهون بالزبدة، نصب فيه الخليط ونساوي السطح. بعد ذلك نرش الوجه بالجبن المبشور. ثم ندخله إلى الفرن حتى يصبح الوجه ذهبي. وهكذا تحصلنا على طبق القرنبيط باللمسة الذهبية، كريمي ولذيذ وذو وجه ذهبي رائع. جربوا الوصفة في المنزل وشاركوني رأيكم في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والمشاركة مع أصدقائكم والاشتراك لمزيد من الوصفات السهلة والسريعة. استمتعوا بالطعم الذهبي والقرمشة اللذيذة. إلى الوصفة القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.